السلام عليكم أحبابي، نتمنى تكونوا بصحة وخير وعافية إن شاء الله. جيتكم اليوم بوصفة جديدة. هاد الوصفة تقدروا ديروها كتقدمة للضيوف، تقدروا ديروها في شهر رمضان المبارك. وصفة لذيذة جدا جدا، هي وصفة السلق المحشي بالدجاج بالبشاميل. نبدأ على بركة الله في المقادير. نقول لكم واش نحتاجو. نحتاج إلى السلق. كاين فرق كاين بين السلق وكاين السبانخ هما لي زيبينار اللي تجي الورقه تاعهم صغيره وتجي من التحت يجي اللون تاعهم بنفسجي. لي بلاد او السلق هو اللي تجي الورقه تاعو عريضه ويزرعوه في المزارع. انا خذيت كميه من السلق من بعد باش نوري لكم. خذيت كميه من السلق، نحيت العود نتاعها، حطيت ماء في كاسرونه ورميت لها شويه بيكربونات. كي غلا الماء تاعنا رمينا هاد الوريقات، نحينا الغصن نتاعهم، رمينا الوريقات شويه دبلناها كما راكم تشوفوا. ما نطولوش عليها لانه السلق الاوراق تاعو طريه. نحطوها ندبلها ومن بعد نحيها من الماء الساخن ونحطها في الماء البارد باش ما تكملش تتهابنا او تتهرنا. ناخذ كميه من السلق كما راكم تشوفوا. انا وسيت كميه تاعي على حساب افراد العائله. نحتاج الى دجاج، انا درت صدر دجاج صغير. نحتاج الى البهارات، الى نصف ملعقه فلفل اسود كبيره، نصف ملعقه صغيره من الصغار كامل كركم، ونصف ملعقه صغيره قرفه، وملعقه كبيره من الثوم. نحتاج للبشاميل الى ملعقتين من الفرينة أو الدقيق الأبيض. نحتاج إلى 150 غرام من الزبدة أو المارغرين. نحتاج إلى 600 غرام من الحليب. ونحتاج أيضا إلى كمية من الجبن الأبيض. نحتاج الجبن مبشور باش نحطه من فوق. أنا نبدأ على بركة الله في التحضيرات. لا بيشاميل نحطوها، نحتاجها في الأخير. ناخذ اللحم تاعنا أو الدجاج تاعنا، نحط كامل البهارات والثوم والكركم والقرفة والملح ونحرك. نسيت ما قلت لكمش البقدونس، نحتاج الى البقدونس مقطع كما راكم تشوفوا. نضيف له الان البقدونس. نضيف البقدونس تاعنا كما تشوفوا ونحرك كما راكم تشوفوا. خلط جيدا المكونات. نحطه على جنب. ناخذ الورقه تاعنا، ناخذ بلونشا او لوح تقطيع، ندهن يدي بشويه زيت باش تجيني سهله. ناخذ كميه من الدجاج، نحطها في الوسط، نطوي منا ومنا ونبرمها مثل السيجار كما راكم تشوفوا. ها هي تقدروا ديروا نسبة اللحم أقل. نزيد حبة نبرم ونبرم الحبات تاعنا كما راكم تشوفوا. هاي الحبات تاعنا. نزيد
نحيو دائما هذاك الجهة هذه اليابسة باش تسهل لنا نبرمو الحبة تاعنا. كما راكم تشوفوا نبرم غير بالعقل باش ما تقطعناش الورقة. انا نكمل نلوي السلق تاعنا بالدجاج او نبرمهم ونرجع لكم فيما بعد باش نكملوا الخطوة التالية. راني جات لكم حبيباتي بعد ما كملت برمت السلق تاعنا او لي بلات تاعنا بالدجاج. الان انا نحط مقله فيها شويه زيت نحمرهم، بعدها نحطهم في الصينيه باش ندير عليهم لا بيشاميل. انا نحطهم يتحمروا ونرجع. راني جات لكم حبيباتي بعد ما قليتهم في المقله حمرتهم شويه باش يطيب لنا الدجاج تاعنا. قعدت لي شويه دجاج درتو كريات وحمرته. الان نروحوا لا بيشاميل. ناخذ الزبده تاعنا، قلنا 150 غرام من المارغرين او الزبده. انا نفضل نذوبها شويه باش نضيف لها الفرينه تاعنا ونقعد نحمصها حتى تروح لها باش تروح لها ذوق الدقيق الاخضر. انا نحطها فوق النار دوبلي ونرجع. بعد ما ذبت لنا المارغرين تاعنا كما راكم تشوفوا الزبده تاعنا كما راكم تشوفوا، الان نضيف لها الفرينه تاعي ونقعد نحركها حتى تحمص لنا كما راكم تشوفوا. نضيف لها الفرينه او الدقيق الابيض نقعد نحركها. قلنا 2 ملاعق مملوئين جيدا. بعد ما حمصت الفرينه تاعنا نضيفها الحليب 600 غرام تاعنا 600 ملي تاعنا ونبقى نحركها شويه كي تبدا تقلي. نضيف لها الجبن تاعنا. انا نخليها قليه شويه ونرجع لكم. الان بعد ما خسرت شويه ضفت لها الجبن تاعي نقعد نحرك حتى يذوب لنا الجبن تاعي ونرجع. بعد ما ذاب لنا الجبن تاعنا واختارت نضيف لها ملعقه صغيره من الملح ورشه فلفل اسود ونحرك. نضيف لها الفلفل الاسود ونرجعوا فيما بعد. راني جات لكم بعد ما طابت لي لا بيشاميل تاعي. شوفوا تكون بهذا القوام، تكون ثقيله شويه. درت لها قلنا رشه تاع الملح ونحط البلاط تاعي ونفرغ لا بيشاميل تاعي نوزعها على كامل. صدقوني هذه الوصفة لذيذة جدا. الآن بعد ما فرغنا لا بيشاميل تاعنا ناخذ كمية من الجبن نوزعها على الطبق تاعنا كما راكم تشوفوا. الآن أنا راح نستعمل ورق الألمنيوم نغطيه كما قلت لكم في فيديو سابق باش الجبن تاعنا يذوب وما يوليش مقرمش. ونحطوه في الفرن تاعنا يتقراتينا ويذوب لنا الجبن تاعنا. انا نحطه في الفرن ونرجع. راني جات لكم بعد ما طاب ما تقراتينا ذاب لنا الجبن تاعنا كما راكم تشوفوا. واللي حاب يحمرها اكثر انا نفضل كما راهي. هاي النتيجه النهائيه. نتمنى تجربوا الوصفه حبيباتي وتعجبكم وتنول اعجابكم ورضاكم ان شاء الله وتجربوها في اقرب الاجال. نتلاقوا في فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي.